السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قررت إن بطولة المرشحين هغطيها، بطولة المرشحين اللي هتبدأ من الأسبوع القادم. فقلت أنا عايز أجهز للمرشحين، عايز أحلل المباراة من أولها لحد آخرها. فأنا ما جاوبتش كده في القناة، أو لو جاوبت كانت في حاجات بسيطة. فقررت عشان كده إن أنا هحلل مباراة بطل العالم، بطولة العالم اللي هي كانت بين الدينج وجوكيش، آخر مباراة في الجولة ال14. جوكيش معاه قد ايه؟ 6.5. معاك قد ايه يا دينج؟ 6.5. أنا عارف إن المباراة قديمة، وقد معظمكم هيكون عارف النتيجة، لكن أنا لازم أمرن نفسي على التحليل، وخصوصا إن هي ليها علاقة بمين هيطلع ويقابل بطل العالم. فقلنا نحلل ونوريكم مين بطل العالم لو في حد مش عارف مين بطل العالم. بطل العالم ده عشان تلعبه بتخش في بطولة اسمها المرشحين. البطولة دي فيها 8 أشخاص، بيبقى فيها ذهاب وإياب. يعني مش ذهاب وإياب بالظبط، يعني هتلاقي دبل راوند روبن. المهم، اللي هيكسب بطولة المرشحين هيطلع يلاعب بطل العالم. غلبته انت بقيت بطل العالم. الثمان لاعبين دول بيجوا من أهم بطولات العالم، يعني يعتبر أعتى اللاعبين في العالم اون فاير وده كله. فيلا بقى نخش في الموضوع. دي جولة ال14، وهي آخر جولة، والاتنين متعادلين في النقاط. فلو اتعادلوا هيخشوا بقى على رابد وحاجات وكده. الجولة كلاسيك. فدينج بالقطع البيضاء. الدينج هتعمل ايه؟ نايت اف 3. منتظرك يا جوكيش. جوكيش هلعب يا عم دي 5. كده احنا في الريتي اوبننج. لكن الدينج يلعب جي 3. كده احنا دخلنا في الكينج انديان اتاك. هتعمل ايه جوكيش؟ هاخد وسط بي سي 5. تمام يا عم، انا هفنكت الفيل تبعي واطوره. اوكي. نايت هنا واخد وسط قوي. انا هضرب لك الوسط. لو حابب تاكل اكل، تاكل اكل بالبيضة وطالب بيضة، وانت ممكن تحميه كده او تطلع بالنايت تحميه عادي. اوكي. لا انا هحمل بيضة. ده عايز تاكل انت وتطور لي الفيل؟ تمام، اهلا بيك. لا يا عم مش هاكل، هبيت. اوكي، اكل انا بيضة في بيضة، وانت تاكل. اكل. اكل بالكوين والعب سي 4. لو انت سلبت دي سي 4 واخد وسط قوي. اوكي. لا انا مش هاكل، هطور بالحصان. عايز تاكل تاكل مطور للحصان. ديج قال مش هاكل. اوكي، والعب سي 4. لو حابب تاكل اكل انا ده. اوكي، حابب تاكل ناكل، لكن دي هتبقى وحشة. طبعا وحشة، عشان ده ببلاش يعني، محدش يفكر يعني. فالمهم هو اكل الحصان، راح انا اكل ده عادي. لو اكلت بيضة في بيضة اكسر وكده واتطور بالفيل هنا. وهنا احنا داخلين على شكل تعادل. لو يوكيش كل في بيضة في بيضة، كده هو عايز يكسر. معنى ان هو عايز يكسر ان هو عايزين يخش تعادل. معنى جوكيش قال لا، خلينا نشوف لعبك ونشوف احنا نتعادل ولا لا. جه طالب الوزير، فرجع الدين بالوزير. اوكي، دفعت البيضة، خدت مساحة وبازع جاك، ما تقدرش تطور بالحصان هنا. واحد دينج قال له اي 3، خليني اطرد هذا الكوين. لو حابب تاكل اكل بالفيل، وطورت الفيل تبعي. الف شكر. لا قال له يا عم هجيب الفيل، كل انت، وممكن اكل بالكوين او اكل بالفيل اي حاجة. ففعلا اكل، وهو اكل بالفيل جوكيش. اوكي، جه هنا بالنايس. لو حابب تيجي فانا ممكن اكسر تاكل. اكل او تاكل بالنايت عادي واكل، وانا اتطور بعدها بالفيل هنا. وحالي كويس، اتطور بالفيل هنا او هنا عادي. والجيم ايكوال، وكده هيقول بنسبة كبيرة للتعادل لان الوزرة اتكسرت. فلا، ابيت. اوكي، هات نايت، هات الفيل تبعك جامد. اوكي، لا يا عم مش هديك الفيل. طب يا عم خلينا ادعم الحصان، والحصان هنا حلو. قال لي لا مش حابب حصانك هنا. خلاص يا عم هرجع. هات، جيت بالفيل، هات الحصان. حميته. تمام. ادعم الفيل هنا، الفيل هنا قوي. ماشي يا عم، هات خلينا جوز اخاخ. نيت هنا. لو حابب تاكل اكل عادي، حالي كويس جدا، لكن ما اكلش. وقال له خلينا نضرب السلسلة البيضاوية. طبعا لو اكلت، وده اللي عمله الدينك، عادي ان انت لما بتاكل كده ممكن اكل، تاكل، اكل البيضة.
ده كلها. ممكن اكسر واخد بيدا كده. احنا بنخش في مباراة تعادل. سيبك من التفوق اللي على الانجن، ال8 من 10 ولا 9 من 10، مش تفوق قوي ومش هيعرف يترجموه قوي يعني، او بالنسبة لينا عادي. اوكي، اكل بيدا في بيدا. طالب الحصان، اكلت بالبيدا. نايت هنا. طبعا لو اكلت كده باخد ده. لا مش باخد ده، اكل الفيل. طالب ده. ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل فعلا في الجيم. هو اكل الحصان، راح جه بتنبع وك، وانا اكل بتنبع وك، فانت تاكل ده وانا اخلع بوك تبعي. اوكي. هنا انا جاي طالب ايه؟ طالب كوين. امشي بالكوين بتنبع على الفيل، يرجع بالفيل. اكل بيدا في بيدا. اكل بهذا البيدا، وكده الى الان الدور تعادل بالملي. لكن بص على التايم. دينج معاه 34 دقيقة، وجوكيش معاه ساعة. جوكيش ما صرفش غير 40 دقيقة ولا نص ساعة. الدينج صرف يجي ساعة ونص. يعني الدينج مش عامل كنترول قوي على التايم. الدينج تحسه كأنه خايف يخسر المباراة أو حاجة. اوكي. جه هنا ادفع البيدق، بحيث ما اسيبلكش خيارات كتير في الدفع. راح قال له انا هدفع ايه فور. اكل بالمور يا حبيبي. مش هخلي ليك بيدق سالك وكدتي. لا مفيش بيدق سالك. والبيدق السالك ده احنا نعمل عليه كنترول، ادي نفس للملك. اوكي ممكن نكسر ريشتنا. قال له لا. طب قال له خلينا ندفع البيدق يا عمنا. قال له انا دلوقتي موافق نكسر الوزيرين. طب ازاي؟ هاخد بيدق وطالب روك وطالب كوين. انت ممكن عادي تلعب كوين هنا، لكن لا. هم قال له تعالى يا عم نكسر، انا عايز اكسر. والبدع اللي انت خدته ده ما بيديكش مكسب. بقى الفيل في الاخر مثلا بيتضحى فيه، يعني مالكش مكسب. لو كسرنا الرخاخ، كسرنا الرخاخ وده كله، البدع الزيادة اللي معاك هضحي بالفيل. خلاص. اوكي روك ممكن نكسر. لا اما انا هكسر، لا انا الله هكسر وكل بالفيل يا عم. عادي. خليني اخد مساحة، عندي بيضة زيادة احاول اترجم البيضة. باشا ممكن نكسر؟ قال له لا يا عم مش هكسر. اوكي جيت هنا، عايز انزل اضغط على البيضة المربوط. اوكي جيت كينج هنا، ممكن البيضة المربوط؟ قال له لا انا هرجع احمي البيضة. والبيضة، البيضة ده مش مطلوب، لكن انا ضغط على هذا البيضة لكنه محمي جيدا. اوكي اوكي هنا ممكن نكسر. قال له لا يا عم خد الكش اطلع بالملك. اوكي. انا جاي هنا منتظر. انا منتظرك. انا بتقدم بالبيادق منتظر. طبعا لو رفعت البيدق هرجع البيدق تبعي. وكده الف شكر على التعادل رسميا. بدايين قدام بعض، فيلين نفس الالوان، وخين يعني التعادل. اوكي ممكن الفيل؟ قال له لا يا عم طبعا. كينج عايز اتقدم بالملك والبيادق. انزل كينج. اوكي اوكي منتظر منتظرك. ممكن الفيل؟ قال له لا طبعا. هاترك. قال له ممكن الفيل؟ قال له لا طبعا. اوكي اتقدم بالملك. اوكي الان ممكن تكسر هذا البيدق واكل انا بالفيل، وهحاول بقى هعمل كنترول وده كله. قال له لا يا عمنا، تم دفع البيضة. عايز تاكل انت واكل، واحاول العب الاتش 4 عادي جدا. لا انا هاكل بالبيضة ده. وممكن احاول العب للاف 4، لكن الوضع تعادل. اوكي اوكي هنا بس موف. منتظر. اوكي بيشب. كينج اتقدم بالملك. اديك كش واخلي ملكك على الباك رينج، بحيث ان انا الله اعلم ممكن اعرف اجيب الكينج هنا، ومثلا يكون الفيلم مغطي واديك تشيك ميت يا عم. لكن تقدم الملك حلو، وان الملك على الباك رينج قصدك دي مش حلو. المهم جه هنا كينج بيحاول يتقدم بالملك طبعا. اوكي بيشوب تم حماية البيضة. بنتظر انتظار. ممكن الفيل؟ قال له لا طبعا. الان دي لا. انا جاي هنا واقف قدام البيت ده خايف لا تمنعه، لا تدفعه. ما ينفعش تدفع. اوكي هنا انا جاي هنا سيبك. هنا اي نقلة. بيشب هنا. اوكي. بيشب هنا. اوكي. بيشب هنا. اوكي. روك هنا. اوكي. روك هنا. اوكي. لكن الدينج يلعب نقلة البلندر الوحيدة. كيف توم. طب يا عم وكيف تو عادي يا عم، احنا طالبين نكسر. ايه البلندر فيها يا عم؟ البلندر فيها ان انا اكسر عادي يا عم. اهو بكسر وفيها وزي ما انت قاعد بتقول لنا الفيل ده هيتضحى في البيدق.
يوكيش يقول له مين اللي هيضحي بالبيدق؟ الفيل ده هيضحي في الفيل ده. يقول له ازاي يا عم؟ بيشهب. يقول له بيشهب. هات الفيل ببلاش لا اما تضحي. فلما تضحي عادي اتقدم بالملك، عايز اتقدم واخلص من هذا البيدق. قال له ما فيش يا حبيبي حبيته. والدنجي يستسلم. دينج استسلم. طب يا عم استسلم ليه؟ يقول لي انا فاهمنا يا عم طه. هو انت لو جيت هنا وش هدفع البيدق تاكل اجي وهكسب. طب يا عم عادي، انا هروح انا هتشبث بهذا البيدق اتقدم. وهنا غلط. ليه؟ ان انا هاخد منك المقابلة. اوكي هاخد منك المقابلة وهنتعادل. طب يا عم لما اما اللي بيكسب ازاي؟ فكرة ان يوكيش هنا هيتقدم هنا. يا عم انا هو هاجي واحاول اخد المقابلة هجيلك كده. هتروح فين؟ لو جيت هنا كينج متقدرش تتقدم. اجباري تيجي هنا او هنا، في كلتا الحالتين هاجي واخد منك المقابلة ويسقط البيدق. وعندي بيدقين سالكين وخلاص انتهت. فكده يصبح رسميا ساعتها، هو طبعا المباراة دي قديمة يجي سنة، يصبح ساعتها بطل العالم رسميا يوكيش. وكده احنا منتظرين المرشحين اللي هتتلعب الاسبوع الجاي، اللي هيطلع منها ويكسبها هيجي يلاعب يوكيش بطل العالم في 14 ماتش كلاسيك على 14 يوم. كل يوم مباراة كلاسيك. لو ما ظبطتش وانتهت بالتعادل بيلعب معرفش رابد ولا بليد. يعني طبعا رفع البدع هنا بلندر. استحالة يعني. يعني انا لو جيت كده ودفعت البيدق دي بلندر ان انا هاخد منك المقابلة. اوكي ما تقدرش تحمي. فالى هنا سيداتي سادتي ينتهي الفيديو. اتمنى كده لايك وسبسكرايب حبايبنا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.